توابع فوز الزمالك بالكونفدراليه، في توابع ايجابيه وتوابع سلبيه. تعال نتكلم على السلبي الاول عشان حاجه بصراحه تخنق يعني. انت كسبت بطوله مهمه، بس مش مهمه يعني، مش كاس عالم انديه مثلا، مش بطوله افريقيا، ما عملتش انجاز تاريخي يعني، فاهم؟ انت كسبتها قبل كده يعني، مش انجاز، هي بطوله حلوه ونفرح وكل حاجه والدنيا لذيذه، بس مش كده يا جدعان. يعني كابتن حسين لبيب طالع كمان شويه مع ابراهيم عبد الجواد، كابتن احمد سليمان عايش مع مهيب في الاستوديو بتاعه، وجاب جوميز يطلع معاه في البرنامج بتاعه، كابتن مندوه طالع، امين الصندوق طالع في مش عارف مداخله فين. ايه يا جدعان؟ يعني احنا كنا بنتريق على مرتضى منصور ان هو كان بيمسك الحديده كل شويه ويصور فيديوهات ويطلع مش عارف فين والكلام ده كله. انتوا بيتوا اكتر منه، انتوا بيتوش واحد، انتوا بيتوا كتير. يعني مرتضى منصور كان واحد، انتوا بيتوا كتير كتير. فده يا جدعان يعني ايه يا جدعان؟ يعني اما لو كسبنا افريقيا بجد هنعمل ايه؟ دي كونفدراليه. لو كسبنا بطوله افريقيا هنطلع هنعمل ايه بقى؟ هنأجر بقى القناه بتاعتنا دي نطلع بقى فيها 24 ساعه بعدين فيها يعني. يعني مش اسلوب خالص يعني. الحته الايجابيه اللي فيها في الفوز بتاع الكونفدراليه ان انت بقى عندك مزيد من الثقه في جوميز والجهاز الفني، وده هيفتح باب ان اللعيبه اللي بره الزمالك عايزين يجوا الزمالك، لان هيلاقوا الدنيا فيها استقرار فني واداري ومالي والحاجات دي كلها. فدي هتساعدك، النقطه دي هتساعدك ان اللعيبه نظيفه او مستوى اول تيجي عندك في الزمالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتساعدك ماليا، تدفع الغرامات اللي كل شويه تجي عليك، تجي لك معرفش من مين، وشويه شويه تلاقي لعيبه كانت بتلعب في التسعينات عليهم قواضي، رافعين علينا قواضي وعايزين فلوس مننا. فدي هتساعدك بنسبه كبيره قوي في دفع الفلوس، مع ان ممدوح عباس بيدفع والدنيا حلوه، بس برضه دي هتساعد كتير قوي على دفع الفلوس. فنستغل الحاجه الايجابيه ونبني عليها فرقه تقيله، فرقه مستقبل. ما نجيبش بقى لعيبه كبيره تاني كتير، لا نبني فرقه المستقبل علشان نستغل الموضوع ده بس 2019 ونهد الفرقه بعديها بسنه ونقعد نهد ونطفش 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 الدنيا بعد كده ايه فضيت. خد وابني على طول ايه فرقه تانيه ان شاء الله. شكرا.